ياه ده جده جاي. المكالمة النهاردة غيرت يومنا أنا والولاد بشكل غير طبيعي. لقيت بابا النهاردة بيكلمني وبيقول لي أنا جاي أشوفك أنت والولاد وأطمن عليكم. قلت له يا حبيبي ده أنت تشرف وتنور الدنيا كلها، بس هتقضي اليوم معانا. ما كانش موافق، بس أنا خليت أحفاده بقى هم اللي يقنعوه، ما طبعا أعز الولد ولد الولد. المهم بما إن بقى بابا النهاردة جاي النهاردة هيقضي اليوم معانا، فأنا قلت أعمل أكلة بقى هو بيحبها بصراحة. عملت النهاردة كفتة رز، أحلى كفتة رز في حياتي أنا عملتها وفي حياتي أنا أكلتها. عايزاكم بقى تدعوا اهم حاجه دعوه حلوه لبابا كده في الكومنتات، وانا هخليه يقرا كل الكومنتات الجميله بتاعتكم. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اهم حاجه امانه. لايك للفيديو، وكمان تنزلوا وتصلوا على النبي في الكومنتات عشان ناخد ثواب انا وانتي، وربنا يا رب يجعلنا دايما من الذاكرين. يلا بينا نعمل كفته الرز. وبما ان بقى النهارده في كفته الرز فطلعت الكبه الجديده، وما كنتش عايزه اطلعها بس عشان بابا جاي لي النهارده، فبصراحه يعني ما استخسرتهاش، طلعت بقى الكبه الجديده النهارده. صرفت وكلفت النهارده. المهم يا بنات، عايزه اقول لكم ان بجد الكبه دي تحفه، عشان سالتوني كتير قوي على كبه. انا بصراحه ما كنتش ناويه اطلعها خالص، بس حقيقي الكبه دي انا كنت شايفاها في السعوديه وعجبتني قوي قوي، وما جبتهاش لان لقيت سعرها هناك غالي بفرق العمله. ففي بنوته بتجيب اصلا حاجات من بره، فانا كلمتها قلت لها يا نور عندك الكبه دي؟ قالت لي اه عندي وجايه لي فعلا في الشحن. قلت لها اعملي حسابي في واحده. فبصراحه انا كنت جايباها شيلها، ما كنتش هستخدمها خالص، بس يلا بقى احنا طلعناها النهارده يعني. عملت فيها كفته الرز، وفرمت فيها اللحمه بقى بما ان انا طلعتها بصراحه، فاستغليت بقى فرم اللحمه ففرمت النهارده. وكمان عملت فيها حاجه هوريكم دلوقتي في الفيديو انا عملت فيها ايه كمان. المهم ان بابا هنا كان وصل، فالولاد راحوا يسحبوا بابا في الاسانسير. طلع بستقبل بابا، ببص لقيت الصاله كلها مقلوبه. انا اصلا اتصدمت لان انا كنت مروقه الصاله كلها، يا دوب بس كان شويه الهدوم وخلاص. قعدت انادي على اليوم بسرعه عشان تيجي تلحق تلم معايا، بس ما سمعتنيش طبعا، خلاص كانت راحت يعني عند الاسانسير وكده. جريت بسرعه جبت المكنسه بقى الم التراب والمناديل والورق اللي كانوا مبهدلين بيه الصاله ده. بمناسبه بقى المكنسه، عشان انتوا سالتوني عليها كتير قوي، طبعا المكنسه جميله يا بنات. المكنسه كمان انا جايباها من عند نور ستور، بتلف معاكي كل الزوايا زي ما انت شايفه كده، وكمان معاها قطعه تانية. القطعه دي بتشيل برضو التراب، وبتشيل المناديل والورق والفشار والحاجات اللي بتبقى على الارض، وكمان بتعمل معاكي الانتريهات، وكمان بتعمل معاكي الالمونتال. بصراحه المكنسه دي لما نزلت عليها ريفيو قبل كده، ما شاء الله كل الكميه اللي عنده نور اتسحبت، لان نور بتجيب حاجتها يعني بالعدد، قطع بسيطه، بيبقى عندها قطع بسيطه وبتخلص. فهي جابت شحنه تانية جديده، لان زي ما قلت لكم هي بتجيب من بره، ما بتجيبش حاجه من هنا خالص. كمان نور ستور بصراحه يا بنات للبيت التركي عندها سعر المكنسه دي رهيب بصراحه، حلو جدا بصراحه. المكنسه عشان الفتره اللي فاتت انتشرت قوي، فبقى اسعارها خزعبليه والناس بقت ترفع جدا في سعرها، فخدوا بالكم بجد عشان سعرها مش مبالغ فيها بالاسعار اللي انتوا بتسمعوها دي. بصوا لمت معايا التراب وكمان على فكره بتشيل الشعر، وكمان المناديل بصراحه لا رهيبه. المكنسه في منها كميه بس بسيطه عندها، والكبه مفيش الا 20 قطعه. لو انت بقى بعد كده احتاجتي هتستني الشحنه اللي جايه، تمام. انا حبيت بس اعرفكم بالعدد اللي موجود عشان لو انتم محتاجين. هسيب لكم في اول كومنت مثبت لينك نور ستور للبيت التركي، وادخلوا بقى الحقوا الكميه بجد، عشان فعلا ما عندهاش الا كميه بسيطه خالص. عملت كمان بقى فيها الطعميه. بصوا هي اصلا الكبه 4 لتر يا بنات و800 واط. عايزه اقول لكم ان الكبات بصراحه اللي كانوا عندي قبل كده كانوا بيسخنوا معايا، دي الكبه دي ضربه واحده بتفرم لك الحاجه طبعا، ومعاها طبعا كذا سلاح، وكمان ما شاء الله ما بتسخنش خالص. طبعا انتوا عارفين اصلا كبه السيف السعودي معروفه اصلا يعني، ودي احلى من احلى الكبات بصراحه اللي ممكن تجيبيها سواء في جهازك او كده. الحق بقى اعملي الطعميه بتاعتك عشان رمضان، طبعا هنعمل طعميه مع بعض. عايزه اقول لكم ان جوزي رجع من الشغل بجد فرحان ان في طعميه في البيت، فبجد دي حاجه لوحدها يعني تفرح بجد والله. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي.